السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ وفيديو جديد في قناتنا المتواضعة بعد ما رجعنا. وطبعا نمت وصحيت ونمت وصحيت ونمت وصحيت. بصوا انتم ممكن تكونوا شايفين الدنيا مكركبة، لا ده يا سلام، ده انا كنت بتمنى ان احنا نوصل لهذه المرحلة من الكركبة. الارض اتمسحت يا جماعة بالخيشة. عارفين يعني ايه بالخيشه؟ شرشوبة مين والناس نايمين تعالوا تعالوا تعالوا. شوف طبعا طلعت كل الحاجات اللي ورا باب المطبخ هنا، لان مهما تعملي ومهما كانوا العيال شطار مش هيطلعوا الحاجه اللي انت عاوزاها. هم هينضفوا كويس جدا 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 زي ما بيشوفوكي يا مامي بتعملي، لكن مامي عمرها ما بترتاح. مامي ما بترتاحش يا جماعه. يا جماعه انا ضحيت بفوطه، دي فوطه جهازي والله العظيم. طبعا انا غسلت المواعين، مسحت الاسطح كلها ونظفت التلاجة، بس لسه الارضيات ما عملتش فيها اي حاجه لاني كنت فعلا تعبت. شايفين الفوطه؟ طبعا انا مش هضحي بيها بالساهل كده، لا هي عشان خلاص بقى عدى عليها سنين. شوفوا يعني اعزكم الله، بصوا طبعا اتقطعت وحاجات كده، فخلاص بقى قررت ان انا استخدمها. ليه بقى ما استخدمتيش الشرشوبه يا جماعه؟ الشرشوبه اتفاجئت ان انا والله العظيم انا لو عايشه في جبليه قرود مش هطلع كميه الشعر اللي بتطلع في بيتنا دي، والشرشوبه بتزود لي الشعر اكتر. تلاقوا الشعرايه رايحه جايه رايحه جاي، شويه تلاقي الوبر رايح جاي رايح جاي. انما الفوطه بتقوم جايبه الميه باللي فيها وتقومي منزلها في جردل الميه، تنزليها وتطلعيها وتعصريها، بقت زي الفل، ما بتخليش وراها اي حاجه. تمام. طبعا غسلت الصحون، غسلت فيها يعني شويه حاجات اللي كانت في الحوض، ولسه في حاجات طبعا كل شويه بتطلع. خلت الكوبايات زي الفل زي ما انتم شايفين اهو. تعالوا بقى اوريكم التلاجة وكارثه التلاجة. يا جماعه التلاجة كانت حرفيا مخزن، كانت مخزن. بسم الله ما شاء الله، طلعت كل الرفوف، كل الحاجات دي اتصبنت، حتى الفريزر طلعت كل الادراج بتاعت الفريزر، بخبخت. طيب بخبختي ايه بقى يا مروه واستخدمتي ايه؟ اي منظف للاسطح ومزيل للروائح هو اللي بستخدمه. طب انا عملت ايه؟ انا عندي هنا ازازه الدستي ديت برضو منظف اسطح وكل حاجه، بس كانت فاضيه. حطيت لحد هنا كلوركس، وبعدين كملت الباقي ميه، وقمت حاطه سيكه كده من الديتول. خلاص عشان برضو ايه، دي تلاجة هستخدمه في التلاجة والريحة وكده. يعني الدنيا بقت زي الفل، شايفين؟ زي الفل. طبعا ده امبارح كنا واكلين كنتاكي وخليت الادراج تحفه. طبعا يا جماعه الناس اللي كانت بتسالني انت حاطه ليه الطبق بتاع البيض الكرتون ده، والله يا جماعه من ساعه ما حطيته الحاجه اللي بقيت احطها في الدرج ما بقتش بتتجمد. وطبعا عايزين نعبي التلاجة. يلا حبيبتي تقفلي مع السلامه ويلا نكمل شغلنا. الارضيات طبعا لسه ما اتعملتش. تعالوا اوريكم عملت ايه في الغرف. لا اللي هناك ده غسيل، كان بتنفض الارض، اتكنست بالمقشه وبالمكنسه الكهربائيه وبعدين اتعملت بالخيشه. دي الاوضه بتاعت ريم، خلاص دلوقتي بقت رسميا غرفه ريم. غيرت ملايه المرتبه، نفضتها، غيرت اكياس المخدات وكل حاجه بقت تمام. شلت الناموسيه العجيبه اللي انا كنت حطاها، شلت مكتب رهف من هنا. طبعا دوت كنت ببخ حاجه كده على مكتب رهف وطلعت على الحيطه. الستاير عايزه كل ستاير الشقه تتفك وتتودى للتنظيف. طيب وديتي فين مكتب رهف؟ وديت مكتب رهف هنا. طاطا البنات نايمين. طبعا شلنا سرير من التلاتة، كان في سرير هنا وسرير هنا وسرير هنا، خلاص، ومكتب مسدوس في النص. فشلنا بقى السرير التالت ورصيت الغرفة زي ما انتوا شايفين كده، ومكتب رهف هناك اهو بعد الدولاب. حمام فله قشطه. على فكره يا جماعه ما عرفتش اصور الكلام ده كله لاني كنت نطه جوه شورت وتيشيرت، ومش هينفع ان انا اشتغل قدام الكاميرا خالص يعني، والا كنت عملت كل حاجه في يومين وثلاثه يعني، الحمد لله. فانا دلوقتي هدخل على تنظيف الارضيات بتاعه المطبخ، وكل حاجه اتغسلت، حتى الباسكت الكبير ده غسلته علشان ايه، كان وحش قوي. وهنضف هنا طبعا. هبدأ بدي الأول. دي الضرفة بتاعت الرز والدقيق والحاجات اللي بتبقى في متناول إيدي في المطبخ كلها عايزة تترتب. أبو ريم يا بنات والله أعلم تقريبا يعني على ما يبدو إن هو
هيفتح قهوه قريب ولا ايه يا جماعه؟ كل ما افتح حاجه الاقي بني. هو في ايه بالظبط؟ انا حاولت افهم. بصوا ايه ده، في ايه؟ ماشي يا ابو ريم، ماشي يا ابو ريم. طبعا ما انا اللي هقعد الم بعد كده. يا جماعه من فضلكم لو انتوا حابين فيديوهات التنظيف وفيديوهات يعني التشجيع والطاقه الايجابيه، يا ريت ان انتوا تحطوا لي لايك للفيديو وتعملوا شير علشان كلكم غيركم يعني ايه يتشجع. وقومي كده شغلي الفيديو وحطيه جنب منك واعملي لك حاجه كده تسلي فيها. نظفي المطبخ، نظفي الصاله، اقلبي غرفتك وتبقي شايفاني وانت شغاله. وفي نفس الوقت بقى اكتبي لي كومنتاتك الحلوه ديت. ما تنسونيش يا جماعه، بليز بليز بليز. انا هجرب فيكم بصراحه، هجرب في الفيديو دوت. لو مشاهداته ولايكاته بردت قلبي، نبدا بقى ايه ندخل في اللي بعده وهكذا يعني. يلا بينا. يعني شوفي، كل واحدة هتجبر خاطري في الفيديو دوت بلايك، باشتراك، بمشاركة. هدعيلك دعوة من قلبي، ربنا يجبر خاطرك في الدنيا وفي الآخرة. شوفوا العيال ما ياخدوش دقيق بقى من البطرمان، لا ياخدوا من الكيس. ده طبعا السكر. خلاص انتوا حفظتوا ده السكر، ده الرز المصري العادي قصير الحبه، وده الرز البسمتي. اوكي. دي علبة الرز اللي هو بيكون معطر. انا كاتبه حتى عليه هنا عشان ما اتلخبطش بينه وبين الرز العادي، ببقى كاتبه عليه هنا اللي هو مثلا انديا جيت، ده اللي هو العنبر. خلاص. فالعلبه دي بتبقى سهله كده ان هي تروح وتيجي، وغير كده بفتحها اخد من هنا بسهوله وهي في مكانها كده. وده النوع التاني اللي هو بيبقى البنجابي. خلاص. دول طبعا اساسيين هنا عشان هما اللي باخد بيهم المعيار. يعني ساعات اقول لهم ايه، عبوا لي 3 كوبايات ازرق او كوبايتين ازرق، ساعات اقول لهم عبوا لي كوبايتين بينك، وهكذا. بس كده خلاص، الضرفه بقت زي الفل الحمد لله يا ربي. شوف بقى، جبت كل الستاره دي فرقتها على الاخر خالص وما خليتهاش مفتوحه، يعني خليتها زي ما هي كده، واقوم نازله بالمقشه عليها. وانا كنت قبل كده غسلاها وهي في مكانها على فكره. شوفوا كل التراب خلاص يقوم نازل من عليها وترجع زي الفل. حطيت على الارض بقى ميه وفيري وشويه كلوريكس علشان برضو الفواصل كده اللي بين السيراميك اللون الغامق بتاعها يروح. ورا التلاجة كمان شلت الفيشه طبعا بتاعت التلاجة وقمت سحباها كده في نص المطبخ.
شايفين بقى النظافه؟ الله على النظافه وريحه النظافه. قومي يلا اتنشطي كده بقى ونضفي البيت لو انت مكسله، ما تقوليش الجو برد. انا عن نفسي الجو عندي حر لسه يعني. فقومي كده اتنشطي حبيبه قلبي واشتغلي وادعي لي دعوه حلوه كده ولكن بمثلها يعني. البنات صحيوا طبعا يا بنات. انا كنت جايبه من هنا اللي هي بتبقى اسمها تنوره سرير، اللي انا بغطي بيها الرجول بتاعه السراير من الجنب، بس للاسف كانت طويله بزياده وكانت على طول متوسخه، فشلتها بحيث ان انا اعمل لها خط كده من النص على المكنه، اقصرها شويه فتبقى مقاسها مظبوط، لان هي من فوق المسطح بتاعها هو اللي اكبر من القاعده اللي تحت المرتبه، يعني مش الكورنيش هو اللي عالي خلاص. فكل واحده تتاخد كده خط. البنات قوموا ورتبوا مكانهم، وتعالي بقى يا ست رهف عشان ترتبي لي المكتب بتاعك. خلاص والتسريحه فضيتها تماما. وسعوا لي بقى. وادي المطبخ. يا لهوي على جمالي وحلاوتي، انا فرحانه قوي بنفسي يا جماعه. ايه رايكم بقى في النظافه؟ طبعا انتوا كلكم شامين معايا ريحه النظافه صح كده؟ البطرمان ده بتاع مخلل خيار، فانا حبيت الحجم دوت هعمل فيه حاجه. والازازه ديت اللي دايما بعمل فيها الدقه بتاعت الكشري، برضو بعمل فيها اللي هي الدقه اللي بتبقى للفول عموما. وادي المطبخ بتاعي بقى زي الفل. وفرشنا السجاده طبعا انتوا عارفين كلكم ان هي جديده، وانا كنت لماها وانا مسافره يعني، فهي بس هتتشفط كده بس كمان بالمكنسه، وهي مش محتاجه والله. بس خلاص وبيتنا راق وبقى زي الفل. عندنا شويه غسيل هيتطبقوا. هنا شلت الترابيزه اللي كانت السودا الكبيره اللي كانت هنا، حسيت بصراحه كانت لما تحت منها غابه. بس تعالى رعودي رعودي، تعالى انا شايفاك تعالى. طب سلم، طب قول اي حاجه، طب سلم، طب اتكلم. ايه يا رعودي يا عسولي؟ انا بصورك بس عشان الريم مش عشان حاجه. مام خلاص يا ناس. وخلصنا كمان هنا مسحنا الاسطح كلها، كل الحاجات اللي موجوده هنا مسحتها كلها تمام. وطبعا مش محتاج ان انا احط مفرش ولا اي حاجه لان اصلا محدش بينام هنا يعني، فده مفرش كده حاجه خفيفه، لو حد قعد ولا حاجه يتدفى بيه. بصوا يا جماعه كان جايلي كمان اوردرين هبقى اصورهم لكم. ده جالي في يوم واللي تحتها دي جات لي في يوم، حاجه تحفه قوي هتعجبكم كلكم. بالنسبه بقى للبنات اللي كانوا دايما يسالوني عن الستاير، يا جماعه الستاير الرول ديت حاجه مش عمليه خالص. انا هو بقى لي سنتين بستخدمها، يا اما رافعاها طول الوقت يا اما منزلها طول الوقت. ولو رافعاها طول الوقت انا شايفه منظر شباك وحاجه كده مدخلي كل التراب، يا اما منزلاها طول الوقت وبصوا تنظيفها صعب جدا، بضطر ان انا انضفها في مكانها وهي مفتوحه كده، يا اما بقى اطلع بالمفك وافك مسامير وانزل الستاير واودي للتنظيف. فلا مفيش احلى من الستاير الطبيعيه بتاعت الناس العاديين يعني، الستاير التقليديه. يا ربي لك الحمد، اللهم صل على النبي. انا ما لحقتش ارتاح يا جماعه بجد والله العظيم، انتوا تشجيعكم هو اللي هيخليني اعمل لكم فيديو مشتريات. اللي عايزه فيديو مشتريات يلا اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنسيش حطشي لايك اللي كل الناس خدتها. لا حطشي لايك دي بتاعت علم مروه وبس. يلا عشان نعبي بس التلاجة المسكينه دي، والله العظيم مش صعبان عليا في البيت ده كله غير التلاجة الفاضيه. يلا بينا.